من عادات رمضان عندنا إننا نعزم الأهل والقرايب والصحاب. طب إمتى نعزم؟ وإيه اتيكيت العزومات اللي يناسب الجميع؟ العزومة مبدئيا كده لازم نعمل حساب غيرنا ووقتهم، ونعمل جدول العزومات بدري، ونبلغ ميعاد العزومة قبلها بأسبوع عشان ندي فرصة للكل ينظموا وقتهم ومواعيدهم. نوع الأكل، مش عيب نسأل اللي هنعزمهم بيحبوا ايه او عايزين يفطروا ايه من ايدك. ده بيبقى اريح لينا وليهم، وبيكون اوفر اقتصاديا عشان ما نعملش اصناف كتير ويفضل نصها. الانسجام، اعملوا حساب الانسجام عشان العزومة دي بتطول وبنفضل متجمعين لقبل السحور عشان الجو يبقى لطيف ومناسب للألفة. بلاش كرم ضيافة زيادة، يعني احنا من حبنا وفرحتنا تلاقينا كل 5 دقايق ما بتاكلش ليه، مد ايدك، جربت الرقاق، دقتي الملوخية. في اوقات كتير ده ما بيبقاش مريح. خلوا الناس على راحتها، السفرة مش هتكفي. في اغلب الوقت السفرة مش بتكفي عشان العدد بيكون كبير. ناس كتير بتلجأ لحل البوفيه، كل واحد ياخد طبقه ويعيش. لو هنعمل كده خلوا القعدة كلها في الآخر في مكان واحد، مش كل واحد في حتة. العزومة أصلا عشان نتجمع. البديل نجهز سفرة على الأرض ونقعد براحتنا. العزومات في رمضان أساسية، ولمتها ليها طعم تاني. نسهل على نفسنا وننظم أمورنا عشان نستمتع بيها. إيه ذكرياتكم مع عزومات العيلة في رمضان؟